5 خطوات حولوا لي الصدر من كده لكده بدون لف ودوران. اشمعنى دونا عن كل العضلات اللي طورتها بتكلم عن الصدر؟ عشان عضلة عنيدة يا اخي، او انا كنت فاكر كده. هشاركك تجربتي عشان لو زيي يبقى عندك مرجع مختصر ليك. اول حاجة بطلت فزلكة وجبت العضلة وسألتها يا بكتيرياليس يا ميجور، انت ربنا خلقك عشان تعملي ايه؟ دول قالوا لي احنا بنساعد في رفع الدراع لفوق. دول بقى قالوا لي احنا بنقرب الدراع من الجسم بشكل افقي كويس جدا. دول قالوا لي احنا بنضم الدراع جنب الجذع. بعدين بقى بصيت على اكتر حاجه ضعيفه عندي وهي الجزء اللي في النص والجزء العالي. تاني خطوه حطيت تمرين بعمل فيه شولدر فليكشن بمحاذاه الالياف العلويه. عشان تلعبه صح تخيل انك بتقرب عضله البايسبس من الالياف العلويه. وحطيت تمرين واقعي سهل المحافظه عليه لفتره طويله مع تدرج في الاوزان وهو اي شكل من اشكال البريس. نوعت في اسبوعي التدريبي بين الفلات ماشين والفلات دمبل بريس. تالت خطوه قللت مجاميع اللي مش مفيده كمحفز حقيقي للنمو ووصلتهم من 14 مجموعه ل7 مجاميع فعاله، كلهم بوصل فيهم للفشل تماما او ناقص عدة او عدتين بس. رابع وخامس حاجه هو الاكل والريكفري. بدون كلام كتير، امر مفروغ منه. خدت فتره اوف سيزون كويسه، كارب عالي، بروتين في كل وجبه، مع تطبيق عوامل الريكفري المطلوبه. قبل ما اقفل، لو ملاحظ بطء في تطور الصدر وشايف قوه كبيره في الترايسبس، حط اولويه للجهاز ده او اي شكل فلاي انت تحبه والتزم عليه فتره برجوله. ودول كانوا